بتحس بحرقان في منطقة الصدر خصوصا بعد الأكل، أو بتحس بطعم حامض ومرارة في بقك وأنت نايم. لو بتشتكي من الأعراض دي فأنت غالبا عندك ارتجاع المريء. إن شاء الله في الفيديو دوت هنعرف إيه هي أعراض ارتجاع المريء. ده الفيديو رقم 7 من سلسلة فيديوهات إمتى تقلق. أول علامة معانا وهي شعور بحرقان في منطقة الصدر أو اللي إحنا بنسميه حموضة، والأعراض دي بتزيد بعد الأكل. رقم 2 وهي صعوبة في البلع. رقم 3 هي الكحة المزمنة، مهمة جدا الكحة المزمنة، بس ما يكونش ليها علاقة بحساسية ولا ليها علاقة بالبرد. رقم 4 لو بتحس بطعم حامض أو مرارة في بقك بشكل متكرر، بتحس إن الأكل بيرجع في بقك تاني. رقم 5 رائحة الفم الكريهة. رقم 6 مشاكل الأسنان المتكررة. رقم 7 وهي التهاب الحلق المستمر. لو بتحس بالتهابات الحلق بشكل مستمر مع بحة الصوت أو تغيير في الصوت، يبقى ده غالبا عرض من أعراض ارتجاع المريء. كل دي علامات وأعراض ارتجاع المريء. لو كنت بتعاني من عرض من الأعراض دي فلازم تستشير أقرب دكتور ليك، لأن كده غالبا عندك ارتجاع المريء. ما تنساش تشارك الفيديو مع غيرك وتكتب لنا في التعليقات لو كنت بتشتكي من عرض من الأعراض ديت. أنا محمود ربيع وبقدم محتوى طبي لو حابب تتابعني.